بص الميكروباص ده قرر انه يقطع من الشمال لاقصى اليمين ويقف مره واحده. اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله مواقف لازم تاخد بالك منها وانت في سنه اولى سواقه. في الفيديو ده بعرض لكم المواقف واخطاء الغير اللي ممكن تقابلها وانت سايق، عشان لما تقابلها بشكل واقعي تكون عارف تتصرف فيها ازاي. وعايزك بقى تكتب لي في الكومنتات ايه هي المواقف الصعبه اللي بتقابلك وانت سايق وعامله لك مشكله، عشان اعمل لك عنها فيديو. وما تنساش بقى اللايك وشير لصاحبك اللي لسه بيسوق جديد. ركز معايا في الموقف ده بقى لانه مهم جدا. بص قطع عليا ازاي بشكل مفاجئ. طبعا انا مديله كلاكس ومفيش اي فايده، فخلاص اضطريت اهدي وسبته يعدي من قدام، وبدات ادخل انا الدخله اليمين اللي انا داخلها. هنا بقى العربيات كلها بدات تهدي، فبدات اهدي معاهم لان في مطب قدامي. طبعا انا مهدي سرعتي بشكل تدريجي، والمفروض ان انا خلاص هديت وهنبدأ نعدي المطب. لقيت العربية دي واقفة قدامي بالشكل ده على المطب. طبعا يا جماعة احنا بنهدي للمطب بس مش بنقف بشكل تام بالشكل ده. طبعا ده فيه خطورة كبيرة، عشان اللي وراك لو مش واخد باله ممكن يخبطك. فعايزك برضو وانت داخل على المطب تهدي كويس جدا وتخلي بالك، لان اللي قدامك وارد ان هو يقف بالشكل ده. هنا طبعا حسيت ان هو ممكن يكون لسه جديد في السواقه، فبدات ان انا اطلع منه من غير ما اديله كلاكس عشان ما اوتروش. هنا طبعا زي ما احنا شايفين في يوتيرن، وانا لمحت ان في عربيه خارجه من اليوتيرن، فبدات ان انا اشغل اشاره يمين وانقل ناحيه اليمين عشان ابعد عنه خالص بالشكل ده، عشان ما اضطرش ان انا اهدي سرعتي بشكل جامد او ان انا اقف طبعا على طريق سريع، وده ما ينفعش. افضل ان انت لو لسه جديد في السواقه وماشي على طريق سريع بلاش تمسك الحاره الشمال دي خالص. هنا انا محتاج ادخل الدخله اللي جايه يمين، فبدات ان انا اشغل اشاره يمين وانقل ناحيه اليمين من بدري. ما ينفعش اقرب قوي وبعدين انقل، انا بدات انقل من بدري بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. طبعا انا كده ما عملتش اي ارباك للطريق، دخلت الدخله بتاعتي ما عنديش اي مشكله. طبعا طول ما انت ماشي في منحنى زي ده ومش شايف الطريق كويس قدامك، لازم تكون مخلي بالك ومستعد لاي مفاجاه ممكن تقابلها، وتكون مهدي سرعتك عشان ما تتفاجئش بحاجه وتقدر تتصرف. بصوا بقى الموقف اللي جاي ده. بص الميكروباص ده قرر انه يقطع من الشمال لاقصى اليمين ويقف مره واحده. فطبعا انا هديت وبدات اشغل اشاره واطلع منه، بس للاسف الكاميرا فصلت وانا بصور الموقف ده. هنا انا قررت ان انا اطلع من العربيه دي عشان ازود سرعتي، بس هو قافل عليا الحاره بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا المفترض ان انا يا جماعه امشي في حاره، ما امشيش على الخط كده ابقى قافل حارتين. بصوا برضو الموقف ده هيقرر دلوقتي انه ينقل من الشمال لاقصى اليمين بالشكل ده. طبعا انا اضطريت ان انا اهدي لانه قطع عليا الطريق، وانا المفروض يا جماعه لو محتاج ادخل دخله يمين لازم اكون في اقصى اليمين من قبلها. ما ينفعش استنى لما اقرب قوي على الدخله بالشكل ده واقطع الطريق بالمنظر ده زي ما انا هعمل دلوقتي. انا قررت ان انا ادخل الدخله اللي جايه يمين، فنقلت من قبلها من بدري ناحيه اليمين عشان ما اعملش ربكه لحركه الطريق والعربيات اللي جايه ورايا، ودخلت الدخلة بشكل سلس وتدريجي بالشكل ده من غير ما اعرض اي حد للخطر. وشكرا لكم على متابعة الفيديو، واستنوني الفيديو الجاي.